يلا بينا نعمل حلا باردة سهلة وسريعة ولذيذة واقتصادية بباكو جيلي واحد وباكو كاستر. هنعمل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله بفضل الله نعمل مع بعض حلا الكاستر بالجيلي والموز. حالة لذيذة واقتصادية وتفرح ولادك وترتب عليهم في حالة الجو، ومش هتكلفك غير حاجات بسيطة جدا موجودة في كل بيت. ومش كده وبس، كمان هتشرفك قدام ضيوفك، تنفع في المناسبات وتنفع في العزومات. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا، واللايك الجميل وتعالوا اكم الجميلة ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وقبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه هنجيب البوله بتاعتنا وهنجيب باكو جيلي وهنفضيه في البوله. تمام. باكو الجيلي دوت مكتوب على العلبه بنحط كوبايتين ميه. احنا هنحط كوبايه ونص او كوبايتين الا ربع. انا هحط كوبايه ونص. اول حاجه اجيب كوبايه ميه سخنه بتغلي واحط فيها احطها على الجيلي وادوبه كويس جدا. تمام. والنص الكوبايه التانية هجيبها بارده عشان تبرد لي الجيلي ويبرد معايا بسرعه ونكمل الوصفه بسرعه. طبعا انا مش هحط سكر، لو انتوا حابين تزودوا السكر زودوا، انا بكتفي بالسكر الموجود في جيلي. وكمان الموز اللي انا هضيفه هيبقى مسكر، فالحاله ما تبقاش مسكره قوي. لكن لو حابه انت تضيفي ضيفي. تمام. دي كوبايه ميه بارده هحطها بقى على الميه اللي هي كانت بتغلي دي مع الجيلي، فهتبرد لي الجيلي بسرعه. تمام. واقلبه كويس، ما اخليش فيه اي رواسب تحت كده، زي الفل زي الفل. هركنه على جنب بقى. وهجيب الموز بتاعي. انا جبت حوالي 4 صوابع موز. ممكن تستخدمي اي فاكهه تانية وهتقطعيه شرايح زي ما انت شايفه كده. ممكن تجيبي اي فاكهه تانية، ممكن فراوله معاه، ممكن تين، ممكن عنب. اي فاكهه انت حابه تحطيها حطيها. لكن احلى فاكهه بتبقى في الوصفه دي الموز مع الفراوله، او الموز بس او الفراوله بس. تمام. يعني انت حباه. اي جيلي انت هتستخدميها تشوفي الفاكهه المناسبه معاكي. احنا استخدمنا جيلي الفراوله. بعد كده هجيب الكوبايات او الكاسات بتاعتي احط فيها شرايح الموز اللي انا حطاها زي ما اتفقنا. وعندك اي فاكهه، لو كيوي هيرفع مناعه ولادك كمان تحطي كيوي. يعني الوصفه دي لذيذه وبارده واقتصاديه وفي نفس الوقت حلوه للولاد ومغذيه، عشان فيها كاستر وفيها لبن وفيها موز. تمام. وفي نفس الوقت هيحبوها عشان الجيلي. كل الاطفال بيحبوا الجيلي وبيحبوا الحاجات اللي بتبقى فيها الوان وكده. واحط بقى كميه الموز اللي انا عايزاها. بعد كده اخلص اهو ما شاء الله. بعد كده اجيب الجيلي بتاعي، كنت سايباه بقى هادي خالص وبارد اهو. تمام. هضيفه احطه بقى في الكوبايات. انا عملت كوبايتين كمان، يعني كميه كويسه ما شاء الله اللهم بارك. لانك لما بتحطي الموز او بتحطي الفاكهه بتستخدمي كميه جيلي قليله. هغطي الموز بتاعي او الفاكهه اللي انا حطاها. تمام اهو ما شاء الله. وقلت لكم زي ما قلت لكم الوصفه دي الولاد بيحبوها والكبار والولاد بيحبوها بصراحه. يعني في الصيف بنحب نعملها خفيفه، ويعني حتى لو محدش عايز يتعشى وياكلها ما شاء الله يعني هي تسد. بس كده حطينا بقى الجيلي كله وهحطها بقى في التلاجة عشان الجيلي بتاعي يمسك مع الموز. تمام. يمسك تمام، متاخدش حاجه، يعني ممكن ساعه ساعه ونص وتلاقيها مسكت. بعد كده هجيب حوالي نص كيلو لبن، كوبايتين ونص، يعني نص كيلو كوبايتين ونص، يعني اللي انت هتحطيه. واحط معلقتين ونص كاستر او 3 معالق. انا حطيت معلقتين ونص ومعلقتين سكر. عايزه تزودي السكر عن كده زودي. انا مش هزودها، انا مش عايزه الحاله بتاعي يبقى مسكر كده ويعمل النفس. يبقى حاله خفيف كده. وطبعا معلقه فانيليا سايله او باكت فانيليا باودر. واقلبه على البارد عشان ده نشا الكاستر يعني نشا. فدوبته كويس وقلبته كويس. بعد كده حطيته على النار. وطبعا التقليب المستمر عشان ما يحصلش اي كلاكيع او تكتلات. انا عايزاه كده كريمي وانسيابي. طبعا انا لو عايزه ازود القيمه الغذائيه لاولادي انا عاملاه ده خفيف، ما زودش ولا زبده ولا قشطه. فانت ممكن تزودي قشطه، معلقه قشطه، معلقتين مكعب زبده عشان ترفع فيتامين د لاولادك. دول غنيين بفيتامين د فيرفعوا القيمه الغذائيه لاولادك لما ياكلوا الوصفه دي. بس انا عايزاه خفيف كده، مش عايزه ادسمه، فانا ما حطيتش اي حاجه. بعد كده الجيلي بتاعي الكاستر بتاعي غلى على النار كويس وتقل. اشيله واسيبه يهدى شويه كده واطلع الجيلي زي ما انتم شايفين مسك ازاي.
تمام. وابتدي بقى ايه الكاستر بتاعي اهو، ما شاء الله انسيابي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. حطيه وشايفينه كريمي وانسيابي ازاي. وبعد كده اروح مكمله بقيه الكاسات بتاعتي اهو. ممكن انت بالكبشه تحطي، ممكن تحطي زي ما انا حطيت كده بالكسرولة، اللي يريحك، الاسهل عليك اعمليه. بس عامله بقى كل الكاسات بتاعتي. بعد كده احطهم بقى في التلاجة عشان الكاستر بتاعي كمان يسقع، وايه وهو كان دافي شويه ودخل على الجيل ما يسيحوش، فاسيبه كمان في التلاجة ساعه واطلعه بقى ايه كده ما شاء الله اللهم بارك، يبقى جاهز على الاكل كده. وما شاء الله حاجه لذيذه، انا مش عارفه اقول لكم الوصفه دي بموت فيها ازاي، وكل اللي بعملها له بيحبها، لذيذه وخفيفه في الصيف بالذات في الحر دوت. لا تقل أهمية عن الآيس كريم، يعني هتلاقيهم حبوها ويطلبوها منك كتير، ومش هتكلفك حاجة. أهم حاجة مش هتكلفك حاجة، حاجات بسيطة. بس يا حبايبي، وشايفين قطع الموز مع الجيلي مع الكاستر طعمها تحفة، يعني فاكهة بقى، أي فاكهة عندك هتحطيها. المهم تدي ولادك حاجة كده ترفع قيمتهم تقويهم، وتبقى ايه قيمتها الغذائية مرتفعة. بس وشايفين بقى الشكل بقى عامل ازاي، وتقلبي الكاس ما شاء الله ما بينزلش حاجه، انه مسك كويس. بس ما تنسوش يا حبايبي بقى الدعوه الحلوه واللايك الجميل، وتشيروه حبايبكم واصحابكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم.